السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير ويا رب دايما تساعدوا خير. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نبدأ بالصلاة على النبي كده عليه الصلاة والسلام. زيدوا النبي كمان صلى الله عليه الصلاة والسلام. وحدوا الله لا إله إلا الله خفة وقالة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الله أعلم ده آخر فيديو لينا ولا إيه؟ بالنسبة لبتوع تجارة إنجلش اسكندرية يعني. فلو ده آخر فيديو يعني أتمنى يكون حسن الختام إن شاء الله. واتمنى نساعد بعض كده ولو لاخر مره ان احنا نوصل للناس، وهي طبعا مش اخر مره حتى لو انا اخر فيديو ليا يعني معاكم يعني. ان انتم كده كده الباب مفتوح ان شاء الله يعني. حتى لو الواحد مات هيصلى جاري علينا كلنا ان شاء الله، ان انتم تفيدوا بيها الدفعات التانية اللي وراكم او كل الناس اللي في كليات تانية عندها احصاء عامه يعني. يلا بينا بسم الله. معلش انا بحب اجيب سيره عشان زي ما قلت لكم دي راحه يعني. يلا بينا بسم الله. هنتكلم عن حاجة كده ممكن تكونوا شفتوها في ثانوية عامة أو ممكن لأ أساسا، لأن أنتم إيه تقريبا الدفعة اللي أساسا أخدت الإحصاء في البيت ورقة كده تحلوها يعني. كان في حاجة اسمها linear correlation أو بيرسون يعني كمان correlation يعني. تمام. الكورليشن ده عامة اللي هو إيه؟ اللي بيقيس الارتباط اللي هو علاقة ما بين حاجتين. يعني أنت مثلا البنزين وأجرة المشروع، لو البنزين غالي المشروع هيحصل فيه إيه؟ هيزيد. طب ولو البنزين رخص المشروع هيقل مثلا يعني. العلاقة لو واحد زاد التاني زاد دي اسمها دايركت أو بوزيتيف، ولو واحد قل التاني قل دي اسمها إيه؟ نيجاتيف. أمال أو انفرس. سوري. ما تركز بقى احنا في الأول. آه لو واحد قل والتاني قل دايركت برضه عادي يا جماعة فيها. لو واحد زاد التاني زاد أو قل والتاني قل ده دايركت. أمال الانفرس دي اللي هي إيه؟ أو النيجاتيف اللي هي العكس بعض. يعني لو واحد زاد التاني قل أو واحد قل التاني يزيد. زي إيه؟ أنت جبت موبايل جديد وجاي بتكتب عليه في الشات، هتلاقي ان انت لسه نسبة غلطاتك كبيرة جدا، بس كل ما تزيد الخبرة كل ما غلطاتك بتقل. فاهم؟ ده مثال يعني لو ملخبطك فوقك منه. المهم ان الانفرس لو واحد زاد التاني يقل، لو واحد قل التاني يزيد، او الاشارة بتاعته نيجاتيف. احنا بندردش من بره ايه اللي احنا بنعمله بس، لكن كحل ان شاء الله هتنجز، وهقول لك طريقة بالكالكوليتر تخلص لك الحوار. بس لازم تبقى عارف في الفيديو ده ان انت لازم تبقى عارف القوانين كلها، عشان اللعب نفسه ممكن يجي بجيفن يدي لك الحاجة جاهزة وعوض بقى في القانون. فاهم؟ طيب الكورليشن اللي احنا بنتكلم ده هيبقى ايه رمزه الار. تمام هيبقى بقى. طب الار دي إيه اخبارها؟ هتعمل قانون كبير كده، ولما يطلع في الاخر تفتكر الاجابة هتطلع ما بين كام وكام؟ ما بين نيجاتيف 1 و1. لو طلعت معاك الإجابة 1.1 حتى يبقى غلط، نيجاتيف 1.1 غلط. الإجابة ما بين ال1 والنيجاتيف 1 تطلع ب1 عادي، بنيجاتيف 1 عادي، أي حاجة ما بينهم عادي. تمام. في مسميات كده أو لا؟ عشان الناس بتاعت تجارة إنجلش هي مش عليك قوي، إنجلش اسكندرية يعني. بس بقول لك احتياطي بس عشان تبقى فاهم الرقم لو طلع، اللي هي إجابتك في الآخر يعني، لو طلع زيرو ده نو كورليشن مفيش علاقة. طب لو طلع 1 ده أعلى حاجة اسمها بيرفكت. بيرفكت دايركت عشان هي ايه بوزيتيف، عشان ماشي. طب وهنا نيجاتيف 1 بيرفكت برضو، بس بيرفكت ايه انفرس او بيرفكت نيجاتيف. تمام. طيب ما بين الزيرو والنيجاتيف 0.5 او الزيرو و 0.5، كل ما بتقرب للزيرو كل ما انت العلاقة دي بتبقى ضعيفة، فيبقى الحتة دي او دي ويك. طب بعدنا شوية بعد 0.5 سترونج. طب بعدنا هنا سترونج. طب وقفنا عليهم بالظبط ممكن نقول ايه مودريت. طبعا كل كلية بتختلف في الحتة دي، في ناس بتعملها من 0.2 ل 0. المهم يعني انا بس بقول لكم دي كده ايه كروكي، كل واحد على حسب اللي عنده. طيب والقانون بتاعها بيقول ايه بقى؟ احنا كل ده بنتكلم من بره زي العادة يعني. القانون بتاعها بيقول ايه؟ القانون بتاعها بيتكتب بمنظر صغير كده اس اس اكس واي، او اس اس اكس اكس، اس اس واي واي، بس تحطهم كلهم تحت الروت. اه انا بجيب بقى الحاجات دي ازاي؟ بتجيبها بالمنظر اللي انت هتبقى عارفه، او بشكلين. ناخد الشكل السهل شوية الأول اللي هو إيه sum of x y minus n مين x مين y على روت براكتين. هتحسهم شبه بعض كده، بس الفرق إن هو هنا أول واحدة مثلا كلها إكسات minus n المين بتاع x باور 2،
وهنا sum of y باور 2 minus n المين بتاع y باور 2. معلش احنا هنحس ان هما قوانين كتير، بس واحنا بنحل الدنيا هتبقى اسهل. بس معلش بالمرة بقى نحشر بقى القانون ده بالمرة. تمام. اللي هو ايه بقى؟ ان كمان ال SXY دي هي مجموع x minus المين والواي ماينس المين. هي عامة الحروف دي اللي لازقة في بعض دي عامة انت بتكتبها مرة الاكس ماينس المين بتاعها، مرة الواي ماينس المين بتاعها. طب واكس اكس تفتكر ايه؟ ايوه هتبقى مرتين. طب ازاي مرتين؟ بان انت تروح عاملها ايه؟ باور 2. طب واي واي هتبقى مرتين بان انا اعملها ازاي؟ اكتبها باور 2. انا مش فاهم حاجة، مش مهم احنا هنحل، بس المهم انك تبقى عارف ان الاس اكس واي هي عبارة عن المنظر ده او المنظر ده، والاس اكس اكس هي عبارة عن المنظر ده او المنظر ده. اس واي واي انت طبعا شفت المنظر ده تحس ان الحوار مجعلط، ويلا بينا وايه ده واوبا ايه الحوارات دي. لكن كحل الحوار ده ولا حاجة ان شاء الله. عليه الصلاة والسلام. تعال نشوف. جالك سؤال شبه ده، بيقول لك يلا بينا هات لي coefficient of correlation. هنقول الطريقة اليدوي وبعد كده هقول لك الطريقة بتاعت الكالكوليتر تخلص لك الدنيا. الطريقة اليدوي ان انا هحتاج اروح اعمل x y x y x باور 2 y باور 2. هحتاج اجيب كل حاجة منهم. تمام. بنجيبهم ازاي؟ انت بتروح تكتب عادي الارقام زي ما هي، يعني الاكس هو مديلك 1 2 3 4 5، الواي 1 و1 و2 و4. تمام. هبدأ اعمل ايه؟ هتقول لي طب تعالى نجمع الاكس. يلا نجمع الكلام ده كله. هتلاقي ان مجموع اكس بيساوي 15. طيب ونجمع الواي. هتقول لي يبقى ده مجموع واي، لو جمعنا الارقام دي تطلع ب 10. حلو كلام جميل. بعد كده بحتاج اجيب اكس واي اللي هي ايه؟ كل واحدة تايمز اللي جنبها. 1 times 1 ب 1، 2 times 1 ب 2، 2 times 3 ب 6، 2 times 4 ب 8، 4 times 5 ب 20. معلش امشي معايا اول مرة كده تبقى فاهم ايه الحاجات دي، وبعد كده هخلصها لك ان شاء الله. يبقى الاكس واي مجموعه لما اجمع الارقام دي كلها هتلاقي ان هي 37. اكس باور 2 يعني كل واحدة اعمل لها باور 2، يعني 1 باور 2 ب 1، 2 باور 2 ب 4، 3 باور 2 ب 9، 16، 25. وتجمع الارقام ده كله يبقى مجموع اكس باور 2 بتساوي 55. الواي باور 2 يعني كل واحدة تعمل لها باور 2، 1 باور 2 ب 1، 1 باور 2 ب 1، 2 باور 2 ب 4، 2 باور 2 ب 4، 4 باور 2 ب 16. تجمع الكلام ده كله تلاقي ان sum of y باور 2 بتساوي 26. كل ده هو سألك هات لي coefficient of correlation اللي هو الار. طيب هو خيرني في حاجة معينة؟ لا، تختار انت الأسهل ليك. شوف القوانين الأسهل، يعني انت قدامك الثلاث قوانين. تمام. فاحنا في الحل اللي احنا اخترناه هنحل بالمنظر ده بقى، يعني احنا هنحل بالمنظر ده كده كده. هتقول لي يلا بينا، او نكتبه تاني. ار بتساوي sum of x y minus n، اكسر الاكس و y اكتبها تاني هي بس فوقيها ايه؟ المين. روت قلنا نكتبها ايه؟ هي 1 minus n المين باور 2. تروح كاتب نفس الكلام هو بس y، يبقى y باور 2 minus n y مين باور 2. ونروح نعوض. هتقول لي sum of x y اللي هو عبارة عن ايه؟ 37 minus ال n اللي هي عددهم، يعني هتعد ال x هتعد ال y، يعني 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5. يبقى ال n ب5. المين بتاع y هيبقى عبارة عن ايه؟ والمين بتاع ال y، حد فاكر المين بتاع x والمين بتاع ال y؟ المين عامة هو عبارة عن مجموع الحاجة على عددها. يعني المين بتاع ال x هيبقى مجموع ال x اللي هو ال 15 over ال 5، والمين بتاع y هيبقى عبارة عن ايه؟ مجموع الواي على عددها. يعني هتقول لي يعني 10 over 5. طيب over root. احنا زانقين نفسنا صح، عندك حق، احنا ممكن نكتبها هنا. over root. تقول لي يلا بينا sum of x باور 2 زي ما قلنا بقى في اللي قبلها، ده مجموع x باور 2، يعني x باور 2 اهو. اروح اشوف مجموعها يبقى 55. يبقى ده 55 minus ال n اللي هي ب5. المين باور 2 يعني ايه؟ يعني مجموع x على ال n بس كلها باور 2. فانت مجموع اكس على ال n انت اصلا جايبه ايه فوق اهو، اللي هو ب 15 اوفر 5. ونقفل البراكت. بعد كده البراكت التاني مجموع واي باور 2 اللي هو 26. هتقول لي يبقى 26 ماينس ال 5، والمين واي اللي انت اصلا جايبها هنا
200 اوفر 5 يبقى هي 10 اوفر 5 باور 2. تعمل كل الارقام دي على الكالكوليتر، يا لهوي، تطلع معاك الاجابه ب 0.904. يبقى كده العلاقه دايركت عشان هي بوزيتيف، وفوق ال 0.5 تبقى هي ايه؟ سترونج. يبقى العلاقه سترونج دايركت كورليشن ريليشن شيب اي حاجه. بص انا تايه توهان اوعى. طيب بص، هي لو جات لك جدول ده صباح الجمدان يعني، او جات لك كده اكس وواي، ده حاجه جامده جدا. هنعملها بالكالكوليتر كده تطلع لنا الاجابه، بس ما ينفعش تعتمد عليها زي ما قلنا، عشان هما ايه، بيحاولوا ان هو يصغر لك الامتحان فيديك جيفن. فلما بيديك جيفن يبقى انت لازم تعوض بالقانون بتاعها. هقول لك نفس اللي احنا عملناه قبل كده، انك هتعمل مود ستات، بس هتختار بقى اللي هي ايه، a بلس بي اكس، عشان احنا عندنا اكس وواي. هيطلع لك اكس وهيطلع لك واي. دخل الارقام بتاعت اكس اللي هي 1 ايكوال، 2 ايكوال، 3 ايكوال، 4 ايكوال، 5 ايكوال. 5 ما تنقلش من ننقل من هنا. تمام. والواي هتدخل 1 ايكوال، 1 ايكوال، 2 ايكوال، 2 ايكوال، 4 ايكوال. دخلتهم، يلا بينا دوس اون شيفت نفس الخطوات 1. تمام. طيب لو هو طالب منك مجاميع حاجة معينة، وده احتمال ضعيف جدا، هتبقى تختار صم. بس هو ما اظنش انه مختار صم. انت هتختاري ريج، اختصار ريجريشن اللي احنا هنشوفه قدام. هتختار ريج هيطلع لك حرف الار، بس دوس ار ايكوال، تقريبا تالت واحدة يعني. دوس ار ايكوال، هتلاقي ان ار ايكوال راح على طول مطلع الإجابة النهائية دي على طول. ايه يعني مجرد ما انت يديك الجدول كده، هتقدر من هنا على طول تروح مطلع الإجابة الأخيرة تك، من غير حاجة. يا حلاوة. تمام. أتمنى تكونوا جمعتوا الموضوع يعني. أنا بحاول ننجز. اللي يحس إن الموضوع ده واقع يبقى يقول لي، هبعت له الفيديو بتاع ثانوية عامة أنا شارح فيه بقى الموضوع ده إيه باستفاضة أكتر يعني. هتلاقوه موجود في البلاي ليست اللي كنت عاملها لكم السنة اللي فاتت يعني، بتاعت الإحصاء. اسمه بيرسون كورليشن. طيب ده كده لو طلب منك الكورليشن، يعني بيقيس العلاقة. وممكن يطلب مني حاجة تانية. سيبك من المجزرة دي، ماشي. احنا هنتكلم دلوقتي بس عن حاجة اسمها الريجريشن. هو ايه الريجريشن اساسا؟ الريجريشن ده اللي هو المعادلة اللي انا بستخدمها في النتوقع. يعني مثلا انا بقول لك، انت بتقول لي بص انا جبت في الاستات 85، اروح قايل لك بص يبقى انا اتوقع انك هتجيب في الاقتصاد 85. بس طبعا مش كفتة كده، ده بيبقى على equation. الايكويشن دي بتبقى اسمها y هات بتساوي a plus bx، او بيتا 0 بلس بيتا 1 اكس. هم. تمام. نتعرف عنها شوية. البي او البيتا 1 دي هم نفس الحاجة يعني. دول اسمهم سلوب، عشان بس لو اتبعتت في التشو. يبقى لو ادالك السلوب يبقى هو مديلك البي او البي 1. والسلوب ده بيعرفك حاجة اساسا، بيعرفك اصلا من الاول هي العلاقة دي دايركت ولا انفرس. بوم على طول كده. مش القوة، هو بيعرفك بس اتجاه، هي دايركت ولا انفرس. يعني انا لو لقيت لك مديني بالمنظر ده، تروح تبص جنب الاكس الاشاره ايه، نيجاتيف، يبقى دي علاقه انفرس، انتهى الحوار. عشان لو ممكن يديك سؤال شبه ده ويسالك على الكورليشن، او الكورليشن بتاعك نيجاتيف، انفرس ولا دايركت، من غير ما تحسب حاجه، طالما دي نيجاتيف يبقى هو انفرس. تمام. بس خلي بالك ما يكتبها لكش كده، ها. تقول لي ايه الفرق؟ الفرق ان الاكس ما بتبقاش جنب الواي، لازم ترجع الاكس الاول. فتبقى واي هات بتساوي 2 بلس 2 اكس، تلاقي ساعتها الاكس ايه، بوزيتيف. ماشي. يبقى ساعتها دي دايركت. انا كل ده بس بتكلم لو بعتك يعني، معلش بدخلك الحاجات في بعض. المهم، الاشاره اللي جنب الاكس دي عامه تعرفك هي ايه، دايركت ولا انفرس. اما الاي او البيتا زيرو دول بيتسموا ايه، واي انترسبت. واي انترسبت اللي اتقطع من واي. تمام. وده بيحصل امتى؟ لما تبقى اكس بزيرو. يعني لو اكس بزيرو هتطلع لك الاجابه دي. مش فاهم حاجه، مش مهم دلوقتي. طيب عشان اجيب انا المعادله الجامده جدا دي، طبعا نفس اللي انت عملته بالكالكوليتر ده ممكن يطلع لنا الاجابه، ماشي. بس احنا قبل ما نجيبها هنعمل ايه، هنعرف القوانين بقى. هتقول لي حضرتك انا بحتاج اجيب حاجتين، خلاص احنا ننسى البيتا زيرو والبيتا 1 دلوقتي، هنتكلم عليهم ان هما A وبي. هتقول لي انا بحتاج البي، عشان اجيب البي هتحتاج تجيب اس اكس واي على اس اكس اكس. اما الايه دي سهله، وكانك وديت دي الناحيه التانية. يعني ايه مش فاهم؟ هتعمل واي مين ماينس بي اكس مين،
يبقى دول القانونين. حلو كده. يبقى انت معاك الايه بالمنظر ده والبي بالمنظر ده. يعني خلينا حاجة حاجة. احنا في السؤال اللي احنا عملناه ده، او نفترض ما عملناهوش حتى اس اكس واي دي كانت فوق، بس ماشي نفترض ان احنا ايه ما عملنا. عشان نفتكر تاني كان ايه قانون الاكس واي. هتقول لي يبقى بكتب مجموع اكس واي عشان هي اكس واي ناقص ان بكتب المين بتاع اكس والمين بتاع واي. ايه الكلام الجامد ده. طب الاكس بقى هي اكس اكس صح، يبقى هي اكس مرتين اروح جاي كاتبها اكس باور 2 ماينس ان كده كده. والمين برضو بس هي اكس اكس فانا راح اعملها باور 2 بس كده. يا ريتني كنت قلتها لكم في الاول وانتوا بتعرفوا القوانين. بس فهتروح تعوض بيهم شبه ما عملنا فوق برضو عادي نفس الفكرة. فاهم. هو انت لو هتحل بالمين يبقى احنا نجيب المين مره واحده بقى بدل ما نشيل نفسنا. فاهم. يعني انت لو عملت المنظر ده تروح انت جايب المين بيساوي مجموع اكس على ان هيبقى 15 اوفر 5 ب 3. يبقى المين بتاع اكس ب 3 ورايح دماغي بقى. والواي بتساوي المجموع الواي على ان يعني 10 اوفر 5 ب 2. بس كده يبقى انا المين بتاع اكس ب 3 والمين بتاع واي ب 2 عشان ما اقعدش اوجع دماغي. وتعوض بيهم. هنا العدد كان 5 والاكس المين كانت ب 3 والمين ب 2. وهنا ال ان كان ب5 والمين اللي هو ب3 وعامل لها باور 2 نفس الحاجات. يعني مجموع واي فوق كان ب37 ومجموع الاكس باور 2 كان ب55. هتحسبه هيطلع معاك ان البي عبارة عن 0.7. هتقولي طب يلا نجيب البي. هي ايه الايه قصدي واي مين ماينس البي في الاكس مين. هتقولي الواي مين انت جبته قلنا جبناه ب2 ماينس البي انت لسه جايبها ب0.7 تايمز المين بتاع اكس اللي احنا جبناها ب3. تحسب الكلام ده يطلع معاك بنيجاتيف 0.1. يبقى انت جبت ال A وجبت ال B. انا كنت بجيبهم ليه اصلا عشان انا عايز اجيب الريجريشن لاين اللي هي عبارة عن A بلس BX. فالواي هات بتساوي نيجاتيف 0.1 بلس البي اللي هي ب 0.7 x. دي كده الطلب التاني اسمه زي ما قلت لكم لو حد متوه في الموضوع ده يا جماعة انا عامل البيرسون ده لوحده وريجريشن ده لوحده وفيديوهين تانيين. قولوا لي هبعتهم لكم على الجروب تتفرجوا عليهم بالراحة عادي جدا. انا بس دلوقتي معلش لو بجمع لك القوانين كلها بس عشان نلحق نخلصه بس. تمام. وعشان في نفس الوقت ابقى ادي لك القوانين اللي عليكم. طب معلش انت قلت ان احنا الكالكوليتر فاكر الكالكوليتر يا رب ما تدوس تكون دوست شيفت 9 3 دي. نفس الطريقة بتاعت الكالكوليتر عادي اللي هي المود ستات a بلس بي اكس. تدخل الاكس وتدخل الواي اللي هو مديلك في الجدول عادي. دخلتهم تروح دايس اون شيفت 1 نفس الرج اللي انت اخترتها. بس المرة دي بدل ما تختار رج بدل ما تختار ار هتختار ال A مرة تشوفها هتطلع بكام. فلما تدوس ال A بتطلع بكام يعني دوس ايكوال المفروض تطلع معاك بنيجاتيف 0.1. تروح دايس اون شيفت 1 رج وتروح مجرب ال B. لو دوست ال B المفروض تطلع معاك ب 0.7. ايه ده يعني انا من الاول برضو مش محتاج اقعد احسب كل ده. حضرتك مجرد ما هو يديلك الارقام اللي كانت هنا في الجدول من دي تقدر تنط على طول تجيب ال A وتجيب ال B فتبقى انت جبت الواي هات اللي هي بتساوي A بلس بي اكس. يعني يا رب يديها لكم ارقام ويقعد يسأل لان هو لو اداها لك جيفن يبقى انت لازم تشتغل بالقانون بتاع الجيفن اللي هو مديهولك. يبقى احنا كده عشان نبقى فصلنا احنا كده عرفنا الكورليشن بيتجاب ازاي اللي هو لينير كورليشن او بيرسون. وعرفت تجيب الريجريشن. تمام. هو برضه عشان تبقى فاهم هو ممكن يسألك على الريجريشن حاجة تانية. يعني ايه. انا قلت لك ان هو توقع بريدكشن صح. يعني انا دلوقتي بقول لك اتوقع الواي لما تبقى الاكس ب2 تقول لي يبقى واي هات بتساوي نيجاتيف 0.1 0.72. تعوض تشوف ساعتها الواي هتطلع بكام. ايه ده يعني هي كده لا هو مش هيقول لك كده. نفترض هو في السؤال مديها لك كده بدل اكس وواي مديها لك سيلز او مثلا برودكت وسيلز اللي هي اكس وواي عادي يعني بس هو مديها لك كده. جاي بيقول لك او مش برودكت الانتاج عامه انك بتنتج يعني. ماشي اليونتس. جاي يقول لك طب يا ترى المبيعات بتاعتنا هتبقى كام لو احنا انتجنا 10 حتت. فانت المفروض تفهم الانتاج 10 حتت يعني هو بيقول لي الاكس ب10. يعني انا اروح اعوض في نفس الايكويشن بتاعتنا بس اشيل الاكس واكتب 10. هي دي الفكره. مش لازم يقول لك
هات لي لما تبقى الاكس ب 10. هو ممكن يقول لك زي ما قلنا كده، ان هو يشوف انت كاتب الاكس دي في الجدول هي مكتوبه ايه، برودكت بقى، مكتوبه ايدج، مكتوبه بلاد بريشر، مكتوبه اي حاجه. الحاجه اللي هو بيتكلم عليها دي تروح تعوض بيها في الايكويشن، يطلع لك السيلز ساعتها بكام. لحد هنا الموضوع برضو لحد ما حتى لو ملخبطك فهو بسيط. المشكله من هنا بس ان انت القوانين هتزيد عليك شويه. هي عادي، انت التحمت بيها في الانوفا شويه، اللي هو كان في حاجه اسمها اس اس اي، اللي هي السم سكوير ايرور. تمام، دي اختصارها بيبقى بالمنظر ده، اي باور 2. وفي بعض الجامعات بتبقى بالمنظر ده، يو هات باور 2. ماشي، المهم دلوقتي احنا مع اسكندريه، احنا في المنظر ده. ماشي. طيب، المنظر ده بيبقى ايه القانون بتاعه؟ مجموع واي ماينس واي هات باور 2. ما هو انت عشان تبقى فاهم، هو ده جه منين؟ واي دي اللي هي على ارض الواقع، وواي هات دي اللي انت متوقع. يعني مثلا انا قلت لك انا متوقع انك هتجيب 85، انت بقى رحت في الامتحان جبت 90. ايه ده؟ طب وده حصل ليه؟ ما هو ده ممكن يكون غلط في الايكويشن بتاعتك، او ممكن يكون انت غشيت، او ممكن يكون انت حظك ذاكرت سؤال الصبح رحت لقيته في وشك. في عوامل كتير. فساعتها بقول لك طب هات لي بقى السم سكوير ايرور، هو ده بتيجي عن طريق ده. ده مثال يعني. طيب، وزي ما قلنا حتى جدول هل انت بقى هتحتاج ده قلنا زي ما قلنا لو جيت. حتى الدكتور نفسه قال لك امال بتديهولنا ليه؟ بديهولك عشان هو لو جالك جيفن. امال انا بحل بايه؟ بطريقه اسهل من الجعلصه دي، اللي هي ايه؟ القانون ده مجموع واي باور 2 ماينس ايه في واي ماينس بي سم اوف اكس واي. ايه ده اسهل ليه؟ اسهل لان اوريدي كل ده انت جايبه فوق. وده كمان ينفع يتجاب بالكالكوليتر، ينفع الحاجات دي كلها تجيلك زي ما قلنا. لما انت اشتغلت ودوست شيفت 1، اختار بدل رج اختار صم. ففي الصم هيطلع لك مجموع واي، وهيطلع لك مجموع واي باور 2، وهيطلع لك مجموع اكس واي. ده لو انت يعني مكسل تحسبهم. فاهم؟ فانت عايز مجموع واي اللي هو ال 10، وعايز مجموع واي باور 2 اللي هو ال 26، وعايز مجموع اكس واي اللي هو ال 37. فمجموع واي باور 2 اللي هو ال 26 ماينس النيجاتيف 0.1، الايه اللي انت جبتها يعني، والمجموع الواي اللي انت جبته فوق ب 10 ماينس البي اللي انت جبتها بايدك كانت 0.7، والسم اوف اكس واي اللي انت جايبه في الجدول، يطلع معاك كل العركه دي ب 1. يبقى انت دلوقتي عندك القانون ده اللي هتشتغل بيه. طب والقانون اللي فوق ده تبقى عارفه عشان طب انا اسف، وهل في سؤال قانون تاني؟ انا اسف، بس معلش، هو في حشر قوانين كتير جدا. انا اسف، انت لازم بقى ايه تبقى. طب هتقول لي طب انا هقعد اذاكر الكلام ده كله ازاي؟ بص، تتذاكر منهج طبيعي بقانون واحد في الاول، تعرف تحل المنهج كله بقانون واحد. فاهم يعني قصدي ايه؟ يعني كل جزء تاخد له قانون واحد تحل بيه. بعد ما انت تخلص وتحس ان انت ذاكرت المنهج، اقعد بقى ذاكر قوانين زياده. فاهم؟ لكن مش وانت بتذاكر تقعد تحشر في قوانين، تحشر في قوانين، تحس ان الموضوع مجعلص منك شبه ما احنا بنحس دلوقتي. فاهم؟ بس هو باذن الله بجد اللي انت بتعمله ده ما فيهوش حاجه غير لخبطه قوانين، لكن هو فعلا لعب احنا اصلا مخلصينه لحد دلوقتي. الكلام كله ده بالكالكوليتر اساس. انت مجرد عمال تعوض جوه جوه كل قانون. ده انت لو عايز تجيب الاكس مين والواي مين بالكالكوليتر كنت هتجيبهم من نفس الحاجه عادي يعني. او لا لا، ما تجيبهمش من الكالكوليتر، لا بلاش. دول سهلين. المهم كنت انت عايز تقول قانون تاني اللي هو الاس اس اي. في الاس اس واي واي ماينس البي اس اس اكس واي. ما هو انت برضو الكلام ده المفروض بقى على سبيل انك لو بتحل فوق احنا جبناهم مره واحده بقى. فاهم؟ يعني بدل ما انا كل شويه عمال اعوض فيهم، احنا لو حسبناهم فوق في الاول كنت هتلاقي الاس اس واي دي واي واي ب 6. فاهم؟ والبي دي احنا جبناها بال 0.7 تقريبا. ايوه. والاس اس اكس واي دي برضو لو انت حسبتها فوق هتلاقيها ب 7، اللي احنا كنا كاتبين القانون الطويل بتاع كل واحده فيهم يعني. بدل ما تقعد تحسبهم كل شويه بقى، انت تحسبهم مره واحده وخلاص، هتلاقي الاجابه طلعت معاك ب 1.1. نفس الفكره. يبقى انت قدامك طريقتين: يا انت هتكون اوريدي جايب في السؤال اس اس واي واي واس اس اكس واي، فلو جايبهم خلاص عوض بيهم وانجز. يا انت هتكون جايب الواي باور 2 والواي والاكس واي، فخلاص برضو لو جايبهم عوض بيهم. شوف الاسئله احنا جبنا ليه؟ لان هو سالك على سم سكوير اوف ايرورز اللي هو الاس اس اي. طيب بعد كده بيسالك على حاجه تانية، ستاندرد ايرور اوف استيميت. يعني بص، اس اي اي ده بقى اللي بيعبر عن الديسبرجن حوالين الريجريشن لاين بتاعك، اللي هي البيانات بعيده عنه ولا قريبه عنه. فكل ما تبقى قريبه، كل ما انت نسبه الايرور عندك تبقى اقل، فتعرف تعتمد على ان هو يتوقع لك واي احسن.
وكل ما الحاجات تبقى بعيدة عن الرسمة، يعني انت لو قبل ما نشوف الرسمة دي عاملة ازاي، يبقى ساعتها ده ما تقدرش تعتمد عليه قوي في الإجابة اللي احنا بنقوله على سبيل الفهم في ومعلش هو كان المفروض ان احنا الفيديو ده نقسمه على مرتين، رغم ان احنا لسه ما عندناش نص، بس عشان ما تحسش بس ان في حشر كتير يعني. معلش هي مرة واحدة، لما تعيده تاني هتحس الدنيا سهلة. طيب المعلم اللي هو الاس اي بقى، مش الاس اس اي، ده هو الاس واي اكس، اللي هو روت اس اي على ان ماينس 2. وان ماينس 2 دي جت عشان انت عندك حاجتين اللي هما البيتا 0 والبيتا 1، البارامتر او اللي هي A و B. برضه سيبك مني عادي مش مشكلة. هتيجي تقول لي الاس اس اي احنا لسه جايبينها، فهو لو كده سألك على الستاندرد ايرور كنت انت هتضطر تجيب السم سكوير ايرور اللي احنا جبناها قبلها، وبعد كده تعوض بيها عشان تجيب ال n ماينس 2. فاحنا دي جبناها في السؤال اللي قبله على طول، كان بكام؟ ب 1.1 على ال n اللي هي عددهم اللي هي كانت 5 ماينس 2. هيطلع معاك الكلام ده كله ب 0.606. وزي ما قلنا ايه، متعتمدوش على الارقام عندي، مهم الطريقه. بيبقى ناقصك حاجه، ودي الحمد لله ما فيهاش قانون وسهله وبسيطه يعني فيها قانون بس قصدي ان هي اسهل، اللي هي ايه coefficient of determination و explain its. انا ليه كنت بقول لك ما فيهاش حاجه؟ لان coefficient of determination اللي هي الار باور 2 او ار باور 2 هي الار العاديه بتاعتك اللي انت جبتها قبل كده بتاعت بيرسون، وهتعمل لها باور 2. يعني احنا بالكالكوليتر كنا نعرف نجيبها عادي، لان احنا جبنا من الكالكوليتر اللي هي ريج ار، فالاجابه اللي هتطلع لك تعمل لها باور 2 تطلع الاجابه على طول وخلصت شكرا. يبقى انا من فوق كنت اعرف اجيبها، تطلع معايا ب 0.817. ده معناه ايه قبل ما نتكلم ايه قوانينها؟ ده معناه انك تقدر تعتمد، شايف 181 دي تروح انت كاتبها 81.7 اكنك ضربتها في، تعتمد على الاكس بنسبة 81%، او مش فكرة الاكس، تعتمد بنسبة 81% على الريجريشن ايكويجن في الاجابات. انا مش فاهم حاجة. مش احنا اصلا الريجريشن ده ايكويجن عشان نتوقع بيها الواي، عشان نتوقع بيها درجاتك، عشان نتوقع بيها اي حاجة، صح؟ فهو كده ده معناه ان انت تقدر تعتمد على الايكويشن دي بنسبة 81% في تفسير الاجابات، في توقع الاجابات وهكذا. تمام. فالار باور 2 بقى اللي هي عبارة عن ايه؟ القوانين بتاعتها زي ما قلنا، يا اما تعمل الار نفسها باور 2 خلصت، يا اما اس اس ار على اس اس تي على اس اس تي. انا تعبت بقى. احنا جبنا منين بقى اس اس ار واس اس تي؟ مش دول كانوا في الانوفا يا عم؟ ايه اللي جابهم دلوقتي؟ معلش، ما هم نفس اللي انت كنت شغال عليهم فوق، بس هي مسميات تانية وخلاص. اللي هو ايه يعني؟ الاس اس تي ده نفس الاس اس واي. طب والاس اس ار هتحط بس اس اس اكس اكس، بس هتكتب قبلها بي باور 2، او بي بس اس اس اكس واي. بص انا هقفل الفيديو واخلع انت بقى عشان ايه. اس اس واي. معلش خد انت الفيديو على مرتين عادي. يبقى الاس اس ار ده قدامك طريقتين، يا تكتبه اس اكس اكس بس بي باور 2، يا تكتبه اكس واي بس بي. اللي هو برضو عامة كجو، بس قوانين جيفن واي هات ماينس المين اول باور 2، واللي تحت ده تبقى واي ماينس المين اول باور 2. ده كل دي طرق. او في حاجة تانية بالعقل كده، معلش انا اسف والله لو فاضل في حاجة يعني ومتشتمنيش، اللي هي ايه؟ الاس اس ار لو انا معايا الاس اس تي ومعايا الاس اس اي، ما انت جبتهم قبل كده، يبقى اعمل الاس اس تي ماينس الاس اس اي يطلع لك الاس اس ار، لان هي التوتال عامه عباره عن الايرور بلس الريجريشن. ما هي دي شبه بتاعه الانوفا بس مسميات مختلفه، دي سم سكوير توتال، دي سم سكوير ايرور، دي سم سكوير ريجريشن. ماشي. والايرور دي بتتسمى سم سكوير ريزيدال برضه، الريزيدال دي الايرور برضه. فانت الاس اس تي اللي هي الاس اس واي اللي احنا جبناها 17 مره ب 6، ماينس الاس اس اي اللي انت جبتها بايدك 1.1، تطلع معاك ب 4.9. ده الاس اس ار. او بقى تعوض في اي قانون من القوانين اللي حيلتك دي تطلع الاجابه. فعامة يبقى الار باور 2 هو عبارة عن ال 4.9 على 6، تطلع معاك بنفس 0.817.
يعني 81%. انا اسف بس بالمره، عشان انا والله انا عمال بحاول الملكوا كل القوانين اللي مرميه جوه بي دي اف. هو بي دي اف صغير قد كده بس فيه كميه قوانين. شكلنا هنعمل فيديو تاني حل على الموضوع ده. ماشي. كان بس في حاجه عايز اقولها كمان، ان انت البي من القوانين بتاعته انك تعمل ار في الستاندرد ديفيجن بتاع واي على الستاندرد ديفيجن بتاع اكس. طب وانا هجيب ازاي ستاندرد ديفيجن بتاع واي للستاندرد ديفيجن بتاع اكس؟ ستاندرد ديفيجن بتاع واي عباره عن روت اس اس واي واي على ان ماينس 1. طب والستاندرد ديفيجن بتاع اكس عبارة عن روت اس اس اكس اكس على ان ماينس. كل ده زي ما قلنا هتحتاج بس ان انت تحفظ. بعد ما تكون ذاكرت تقعد بقى تحفظ القوانين دي كلها عشان تقعد تجرب تحل بيها. طب هو لازم بقى كل اللي احنا عملناه ده؟ لا طبعا، اللي احنا عملناه ده غشامة. هو مش لازم يعمل فيه كل اللي حصل فوق ده. ده حاجة بس، ده اول حاجة. تاني حاجة، هو اساسا مش لازم يطلب منك من اول المسألة كل ده. ده تاني حاجة. يعني هو ممكن يديلك جيفن على طول جاهزة تنط على طول، ويطلب طلبات معينة بس. فاهم؟ وكل حاجة ليها درجتها، فكأنها كذا سؤال، يعني مش كل ده سؤال واحد. يعني اتمنى اكون انا اللي عمال اعتذر لكم كتير في وسط الفيديو وبأفور وانتوا فاهمين. بس هو فعليا لو انتوا بجد اتفرجتوا عليه تاني هتحس ان هو المشكله ان احنا عاملين نقول قوانين. انت تحت هتلاقي في المحاضره في اسئله تانية، انزل جرب حلها هتحس بجد ان شاء الله مفيش حاجه. يعني بعد ما انت تكون كتبت القوانين في ورقه على جنب كده هتحس ان مفيش حوار. فاهم؟ يعني بصوا يا جماعه، الكورليشن ده مفيهوش اي افتكاسه. ده انت هتعرف تجيبه بالكالكوليتر وبالطريقه وبكل حاجه. الريجريشن نفسه انك تجيب القانون العادي برضه ما فيهوش حاجه، وتعرف تجيبه بالكالكوليتر وتعرف تجيبه حتى بالتعويض والكلام ده كله. انت بس بعدها بدات اللخبطه بقى، اللي هو ايه بقى الاس اس ار والاس اس تي. وقعدنا بقى نجيب 17 حاجه. الار اللي هو الكورليشن، وبعد كده في منه على طول تعرف تجيب اللي هو ايه، الكوفيشنت اوف ديترمينيشن. فاهم؟ وانت عامة عشان تريح دماغك لو لقيت كذا سؤال مطلوبين منك، تروح انت جايب الاس اس اكس اكس والاس اس اكس واي والاس اس واي واي، وبعد كده منهم هتلاقي ان انت بقيت عمال تطلع كل حاجة. ده لو اتطلب منك طلبات كتير يعني. يعني ما كنتش اتمنى ان ده يبقى حسن الختام. فاحتمال كبير جدا تلاقوني عملت لكم فيديو في وسط الامتحانات ولا حاجة نحل فيه اي حاجة، عشان لازم الختام يبقى كويس مش بالمنظر ده. لو ربنا قدرني يعني، لو ما كانش ختام في فيديو يبقى الختام كده كده مع بعض على الجروب. زي ما قلت لكم، لو حد في عنده مشكلة او حاجة قولوا لي، احنا بنفكر سوا عادي. هعمل لكم واحد تاني والله مفيش حاجة. او نحل على الموضوع شويتين تلاتة. لو انتوا مسكتوا الورق مثلا شوفوا اسئلة متجاوبة وحلوها. حتى لو في ورق الكورسات عادي اللي بيتبعت افتحوا بصوا، عارفين تحلوا ولا لا. بس شايفين الطريقة تمام ماشي، مش جاية خلاص نشوف هنعمل ايه عادي مع بعضين. انا بس حابب اعتذر لكم يعني، عشان الله اعلم زي ما قلت لكم. يعني احنا عامه الترم ده اخر ترم مع بعض، ولا هنقدر نعمل حاجه في الفتره اللي جايه ان شاء الله، الله اعلم. فحابب بس ان ايه، ما يكونش حد متضايق مني على التقصير ولا حاجه، ان انا ما عرفتش انظم الوقت وزنقتكم ولا حاجه. بس الحمد لله في كذا يوم قبل الامتحان تعرفوا تلموا فيهم الدنيا، والمنهج الحمد لله شبه بعض. واتمنى يعني لو الواحد جه على دماغكم كده في يوم من الايام، مش طالب منكم حاجه غير بس ايه، تبقوا تدعوا للواحد كده ربنا يهديه ويجمعنا في أقرب مكان للرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. وإن يا رب يعني لو أنا ما اتجمعتش بيكم في الدنيا اتجمع بيكم في الآخرة إن شاء الله، في مكان حلو يعني. انتوا كده كده بقى خلاص، ما انتوا أكيد ماسكين في كلامي بقى إن أول عزومة عندي وكده إن شاء الله يعني ندخلها كلنا كده، وأحلى عزومة إن شاء الله. وبرضه إني حابب أقول لكم حاجة، ده لو أصلا حد بيسمعني لحد دلوقتي احتياطي يعني، لو في فيديو ثاني بقى أرغي تاني. إن نصيحتي ليكم يعني كأخ، الدنيا أكبر بجد من إنك تعيشها بدون سبب ليه قيمة. وربنا ما خلاكش كده، خلقك عشان انت ليك دور كبير جدا. والدور كبير جدا ده مش لازم انك تغير العالم، بس هو ممكن الخطوة الصغيرة اللي انت هتعملها تبقى هي السبب في يوم من الايام بقى في تغيير العالم. اللي عايز اقوله، اتقي الله في طريقك ايا كان ايه هو، وايا كان الكارير اللي هتختاره والتجارب اللي هتعملها في اي موقف، في خروجه في فسحة في شغل في اي حاجة. اختار ربنا، ما تختارش الناس. واوعاك اوعاك تمشي بالذات في زماننا ده بجملة ما كل الناس بتعمل، او تقارن نفسك مع حاجة عادية ما الناس كلها بتعملها. لان في زماننا ده للأسف
الحاجات الوحشة هي اللي منتشرة مش الكويسة، فلمّا تلاقي الناس كلّها بتعمل اللي أنت بتعمله أنت تقلّق مش تتطمن. خلّيك مختلف زي ما أنت حابب، بس خلّيك مختلف بحاجة كويسة، خلّيك وقتك مختلف وقت ما الناس كلّها تغلط، أنت تعمل الكويس وتبقى طريق ما تبقاش المختلف والناس بتحاول ترجع لطريق ربنا وأنت تفضل قاعد. خلّيك مختلف بإنك دايمًا تبادر بالحاجة الكويسة، ولو ما كنتش الأول خلّيك التاني، ولو مش التاني خلّيك مش لازم تستنى تبقى أنت الغرقان اللي الناس كلّها بتلحقه. مهما كنت بتعمل في حياتك اختار الكويس. يعني إيه؟ لو أنت بتشرب سجاير ما تشربش حشيش، لو أنت بتشرب حشيش ما تشربش مش باقول لك دي أكبر من دي يعني، حُطّها قاعدة في حياتك. أنا والله كنت كده في يوم من الأيام، ما كنتش مواظب على الصلاة بس ما كنتش باسلِّم على بنات، كنت باهزر مع بنات بس ما باسلِّمش على بنات، أنت مجنون، أنت منافق، يا شيخنا أنت خلّصت السُنة، كمية حاجات سلبية. الكلام ده طبعًا مش باقوله للولاد يعني ولا بأفور، أنا أخوكم أنا ما دخلتش معاكم في التفاصيل دي، بس باقول لكم نصيحة شكّلوها على حياتكم مش على الكلمتين اللي باقولهم، أنا باكلمكم بس كمثال، مش باكلمكم في مبدأ إنك من برّه تبُص ده غريب إزاي يعني، منين أنت ما بتسلّمش على البنات ومنين بتهزر؟ أنا قادر يا أخي، أنا دلوقتي قادر إني أبطّل أسلِّم الغلط المعيّن ده، بس مش قادر إن أبطّل غلط أو حتى مش شاغل بالي بيه لسه، فمش هاعمله، سيبك من ده عشان الناس ما تفهمنيش إن أنا باوجّهكم لحاجة أنا باشتم، بس مش باشتم بالأم والأب، حلو كده، غريبة؟ مش أنا مش باتكلّم عليّا بادّيك مثال، خلّيك بمبدأ ما لا يُدرك كُلّه لا يترك كُلّه، ده اللي أنا عايز أكلّمك فيه، سيبك من أي نقاش تاني عشان ما حدّش يكون فاكرني باكلّمكم في حاجة معيّنة ونروح لحتّة غريبة فاهم، أنا ده اللي عايز أوصله لك، أنا والله العظيم ده عن تجربة كمية حاجات كنت باعملها في حياتي بطّلتها من فضل ربنا وكرمه بسبب كده، بسبب إن وسط كل حاجة تعادي بقى ويتقلِّس عليّا وأنت إيه وعامل فيها شيخ ومنافق ومتناقض وإزاي وبتتكلّم في إيه وأنت بتعمل إيه، أنا فعلًا نيّتي كويسة، أنا فعلًا نِفْسي أقرّب بس مش عارف ليه، فاللي بإيدي هاعمله، حتى لو اتعرّفت على ناس جديدة، مش لازم أول ما تتعرّف عليهم تشتم وتورّي لهم كل الحاجات الوحشة، ربنا ادّاك فرصة إن هو ساترك قدّام ناس، تروح أنت تفضح نَفْسك أنا باعمل وباعمل وباعمل هيه، ده ما اسموش نفاق، ده اسمه إنّك بتحافظ على ستر ربنا اللي كرمك بيه، اوعاك تبقى من الناس اللي بتجهر بالمعصية، واوعاك لمّا تغلط ما تقولش على الغلط اللي أنت بتعمله إن هو مش غلط، إنّك تقول عليه غلط ومسير إن شاء الله توب أرحم بكتير من إنّك تكابر وتقول إن هو مش غلط أصلًا، لإنّك كده بتقفل باب التوبة في وشّك. ما أنت تتوب عن إيه إذا كان أنت أصلًا ما بتعملش غلط، سامحوني لو الكام دقيقة دول باستغلهم، بس يمكن كلامي ولو يفرق بطريقة إيجابية وإحنا الحمد لله عِشرة إن أنتم تفهموني صح، فأتمنى إن أنتم ما تكونوش فهمتوني غلط في أي حاجة في اللي فات، وأنتم عارفين إن أنا أخوكم، وإن ربنا يعلم باحاول في كام دقيقة ألخّص سنين كتيرة، وإني والله العظيم من غير ما أعرفكم ولا أشوفكم، بس بجد نفسي نتجمّع، فجايز كلمة أقولها تبقى سبب في إن إحنا نتجمّع سوا، اختاروا طريقكم كويس وما تتكسفوش، ما تبقاش تقول أنا ما باخافش من الناس وطُز في الناس. وأعلّي صوتي براحتي، ولمّا تيجي في الصح تتكسف، وتخاف عشان ما يتقالش عليك كذا وكذا وكذا وكذا، اعمل اللي تقدر عليه أيًا كان إيه هو، عمل كويس اعمله، وما يهمكش الناس تفهم إيه، المهم أنت بتعمله لمين، وانبسطوا بالوقت اللي أنتم فيه قبل ما تشيلوا مسؤوليات كتيرة، وكل وقت ليكم مع صحابكم، حاولوا على قد ما تقدروا تعدّوا المشاكل بسرعة، وأمّا تيجوا تفرحوا افرحوا بجد، عشان كده المسؤوليات هتفرّقكم عن بعض، وجرّبوا كتير وأنتم في الكلية عشان الفترة دي هي اللي بتبنيك بجد، التجارب، زي الماس كده. والإحصاء يعني، كتر الغلطات هم اللي بيعرّفونا بعد كده وبيحفروا المسألة في دماغنا، فلمّا نيجي نشوف المسألة تاني قدّامنا نبقى إحنا عارفين بقى هنعمل إيه عشان إحنا غلطنا كتير، فمش هنتعلم من غلطنا، ولو وقعنا هنتعلم في اللي بعدها، أو هنعلّم اللي بعدنا إن هم ما يقعوش فيها. ربنا يستخدمنا كلنا إن شاء الله كده، ونبقى السبب أيًا كان في كل واحد في شغل، دَوّر على الطريقة اللي تبقى بتعمل كل شغلك ده عشان ربنا. وحياتك ونومك حتى وأنت بتنام انوي إن أنت بتريّح جسمك عشان تاني يوم تقوم تعمل حاجة ترضي ربنا، عشان تشتغل وترضي ربنا، عشان تستغل صحتك وترضي ربنا، لسانك وأنت بتتكلم هتستخدمه في حاجة كويسة عشان ترضي ربنا، مش هتستخدمه في حاجة وحشة عشان ما تغضب. العلم اللي أنت اتعلمته بقى بجد في حياتك هتعلمه لغيرك، هتنصح غيرك حاولت أقفلهم لكم 40 دقيقة عشان رقم 40 ده مميز. وإحنا اتجمعنا على خير وإن شاء الله هنتفرّق على خير، فإن شاء الله ربنا يجمعنا تحت ظِلّه عشان إحنا اتجمعنا في الخير واتفرّقنا في الخير. فما تنسوش رسالة الواتساب بقى اللي بتبقى موجودة على طول، خلّوا الابتسامة دايمًا ليكم علامة، وأشوفكم على خير إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.